أهلا بكم. قال محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري خلال مروره على برنامج إذاعي أن ما يروج بشأن سلامة الأبقار المستوردة من البرازيل مجرد أكاذيب وإشاعات. وأوضح الوزير: اللحم ديال البقر البرازيلي تذبح ودقتو في البرازيل وما طرا ليا والو. مزيان النقاش يكون على هذا الشيء، ولكن يكون على أسس، ومع الأسف كانت معلومات غير دقيقة وغير صحيحة، وكان فيها الكذوب في بعض المرات. وذكر صديقي أن الحكومة استوردت هذه الأبقار من أجل الحفاظ على القطيع الوطني، مشيرا إلى أنها ارتأت استيراد الأبقار وليس اللحم، حرصا منها على ذبح الأبقار بطريقة حلال. وزاد ذات المسؤول أن الوزارة وجدت أن الأثمنة على الصعيد العالمي جد مرتفعة نظرا لقلة العرض وكثرة الطلب، بالإضافة إلى قلة أعداد القطيع في أوروبا، ولذلك ارتأت الحكومة فتح السوق للمستوردين، فكان الاستيراد بين الأوروغواي والبرازيل.